السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. وعيد الأضحى عندنا يعني صواني رقاق وفتة ورز. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة طريقة رقاق طري هينفع معاكم للصواني، وهينفع معاكم كمان للسندوتشات. مش هتقدري تفرقي عن عيش الشاورما. كمان هيبقى بديل كويس جدا وموفر واقتصادي للكريب. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله في كومنت. وكمان لو أول مرة تشوفي القناة متنسيش تدعمينا بلايك ومتابعة. نقول بسم الله وننزل بنص كيلو دقيق من اللي هو متعدد الاستخدام، وهننزل عليه بكوباية إلا ربع أو نص كوباية كده من اللي هو الدقيق المدعم اللي هو بتاع المخابز. ولو عندك اللي هو بتاع الحبة الكاملة تقدري تحطي نص كوباية. وده علشان الدقيق اللي هو متعدد الاستخدام بيبقى ليه عرق، فعشان كمان يبقى العجينة بتاعتك مرطبة، وكمان ما تنشفش منك وتعمل حروف ناشفة منك. اول حاجة كده نزلت بيها بالدقيق في بولة، وبعدين نزلت بنص معلقة من الملح، وبعدين نزلت عليهم بمج ونص من المية. طبعا الدقيق ممكن يختلف نوع عن التاني، في اللي بيشرب مية وفي اللي بياخد مية قليلة. فانا عندي نوع الدقيق عندي خد مني مج ونص، فانتي لو عندك الكمية دي هتاخد منك حوالي مج لمج ونص، مش تاخد اكتر من كده على حسب نوع الدقيق. بدأت بقى كده بعد ما عجنتها وخليتها طرية في ايدي، ومش بتلزق ومش طرية قوي ومش ناشفة. بدأت ألمها كده بمعلقة واحدة من الزيت، وغطيتها دقيقة واحدة بس عبال ما مسحت الرخامة وجهزت الحاجة اللي هشتغل بيها. جبت بقى نص العجينة والنص التاني غطيته، وضروري جدا تغطوا علشان ما تتهواش وتنشف. بدأت أجيب طبق ورشيته من الدقيق، وبدأت أعمل كده كور زي ما انتوا شايفين و... وبدأت أعملها كده بين إيديا علشان تطلع مظبوطة، وتطلع الدايرة بتاعتي تبقى مظبوطة. بعد كده رصيتهم في طبق. وبعد ما اخلصهم كلهم هبدأ بقى باللي هو أول واحدة عملناها هتكون بدأت تخمر شوية. كل ما بتقعد طبعا بتفرد معانا بسرعة، فأنا مش هخليها تقعد علشان أنا هبدأ بأول واحدة عملت بيها. هبدأ بقى أغطيهم، وهاخد كده اللي هما الشوية اللي أنا عملتهم الأول خالص علشان هيكونوا بقوا ملينين معايا وهيفردوا معايا بسرعة. بدأت بقى أحط دقيق من فوق ومن تحت، وكمان بدأت أفردها نص فردة. لو عندكم بقى بنوتات كده في البيت تقدروا طبعا هم يعملوا لكم الخطوة دي وانتوا تعملوا وراهم. هبدأ بقى كده أعمل نص الكمية بس، مش هعمل الكمية كلها علشان ما ينشفش مني وما يتهواش. بعد كده هفرد نص الكمية، وهبدأ أفردهم بقى الفردة الكاملة بتاعتهم. بعد ما عملتهم كده بدأت أحطهم على بعض علشان طبعا المساحة بتاعت الرخامة، وعلشان لما أجي أفرد اللي هي الفردة الكاملة ايدي ما تتخبطش فيهم وتبوظهم. بعد كده بقى بدأت احط بين كل رقعة والتانية كده زي ما انتوا شايفين رشة بسيطة من الدقيق، وبدأت امسحها علشان ما تكلكعش مني والدقيق ينشف وكمان يبوظ لي شكل العجين. بدأت اخد اول واحدة عملتها وبدأت افردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. تفردوا تخلوا ايديكم من جوه وبعدين تطلعوها على بره زي ما انتوا شايفين. ايديا بتبقى جوه في اول من البداية خالص، وبعد كده بطلعها لبره مع التمريرة البسيطة دي، وما تضغطوش بايديكم علشان ما تلزقش. وبين كل فردتين 3 بحط رشة واحدة من الدقيق. هبدأ بقى اخلص الكمية دي زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنبدأ بقى نفرد اللي هي الكمية التانية اللي هي نص الفردة. شفتوا بقى زي ما بقول لكم كده بين كل فردتين تحطوا رشة من الدقيق، يعني تفردوا مرتين أو 3 وبعد كده رشة بسيطة من الدقيق، وضروري تمسحوها كده. بقى خلصت نص الكمية. هبدأ بقى علشان ما يلزقش هحطه في طبق وهروح بقى على البوتاجاز. معلقة الزبدة دي بقى هتحولها لكم لعيش شاورما وهيفضل معاكم طري. واقول لكم على طريقة التخزين اللي انا ما بستغناش عنها. ببدأ بقى اسيح معلقة الزبدة دي، تقدروا تحطوا عليها معلقة زيت، بس طبعا الزبدة بتديله طعم حلو قوي حتى لو هتاكلوا كده من غير اي حشوات.
هبدأ احط واحدة اي صينية عندك، صينية مدورة مربعة، صينية فرن، صينية كيك، اي صينية حطيها اقلبيها على البوتاجاز، عين البوتاجاز اللي في النص، وخلي طبقات الرقاق جنبك، وخدي واحدة واحدة كده وتقلبيهم. ده بقى اسمه عندنا بلغتنا احنا اللي هو طبقات الرقاق المعرق، بنقول عليه كده لأنه بنعرقه على البوتاجاز، بنعمله طبقات بالشكل ده، وبين كل طبقة رقاق أو التانية بندهن مسحة بسيطة جدا من الزبدة، ودي بقى اللي بتديله طراوة وبتديله ريحة كمان حلوة جدا، وبيفضل محافظ على الطراوة بتاعته دي حتى لو قعدتيه 6 شهور أو سنة في الفريزر بيفضل معاكي زي ما هو. خلصت بقى كل الكمية، ببدأ بقى احط زي ما انتوا شفتوا كده بالطريقة دي، واقلب، احط واقلب، ويدينا بقى اللي هي الشكل ده كده. طبعا تقدروا تطلعوه قبل ما ياخد اللون ده، بس انا بحب فيه اللون ده كده. هبدأ بقى بالتخزين، بالنسبة للتخزين اسيبه يبرد، وكل 3 أو 4 رقات بحطهم في أكياس واحطهم في الفريزر، بيقعد معايا 6 شهور. وعايزاه بقى رقاق ناشف، تقدري طبعا تحطيه على صاجة أو على صينية وتدخليه الفرن، وتكوني مسخناه كده من تحت قبلها، وتحطيه يا دوب هتشمع كده وتطلعيها. او كمان تقدري تعمليه على فوق على البوتاجاز، بس تعمليه بقى واحده واحده مش طبقات. وطبعا كل ما الرقاقه تنشف تحطيه بقى كده، تنشريه على الرخامه حوالي كده نص ساعه، وبعد كده تعبيه في العلبه بتاعتك او الكرتونه. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي متابعه ولايك لو اول مره تشوفي القناه. لكم بقى رقاقة واحدة هي ناشفة على البوتاجاز، بس احنا طبعا ما بنحبوش ناشف، بيتكسر وبيبهدل لي الدنيا، فانا بعمله طري وبخزنه في الفريزر. اترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.